ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحه ونعم الله. مبدئيا كده نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. النهارده بقى يا حلوين جبت لكم بقى الخلاصه في البسبوسه. احلى صينيه بسبوسه ممكن تعملوها. بجد صينيه بسبوسه ما فيهاش ولا غلطه. البسبوسه معاكي مرمله جدا والسكر بتاعها مظبوط جدا. استحاله بعد الطريقه دي ان هي تبوظ منك تاني. هتنجح معاكي ان شاء الله من اول مره، بس انتي تتابعي معايا الخطوات واقولك على كام تكايه كده هتودي معاكي البسبوسه في حته تانية خالص. هي دي البسبوسه اللي هتشرفك قدام ضيوفك. بصوا البسبوسه مرمله جدا. يلا بينا نشوف حضرناها ازاي. اول حاجه كده مبدئيا معايا كوبايه الا ربع من اللبن، معايا نص كوبايه من السمنه، وكوبايه الا ربع من السكر، ومعلقه كبيره من العسل الجلوكوز. هقلب بقى الخليط ده كويس جدا وهرفعه على النار لحد كده ما اتاكد ان السكر داب كده. ما تسيبوش يسخن قوي، السكر بس يدوب وتدفع عليه النار. هي بقى نص كيلو من الدقيق السميد اللي هو بتاع البسبوسه، بتجيبي من اي عطار. هنزل عليه بمعلقتين كبار من الجوز الهند، حابه تكتري براحتك خالص بس هما معلقتين كفايه جدا. ونص معلقه صغيره جدا بيكنج باودر، وظرف من الفانيليا. هقلب بقى الخليط كويس جدا كده، وبعد كده هضيف الخليط اللي احنا سخناه على البوتاجاز. وابدا اقلب بقى كده لحد ما البسبوسه تشرب من كل السوائل. البسبوسه ما بتحبش العجن الكتير، تشرب بس السوائل كده. وهوقف ايدي خالص. دي مقادير مظبوطه جدا. مين اللي قال ان البسبوسه ما يتحطلهاش بيكنج باودر؟ لازم يتحط لها بيكنج باودر عشان تبقى معاكي مفرغه. انا مسخنه الفرن قبلها ومعايا الصينيه بتاعتي هدهنها مسحه من السمنه كده، وانزل فيها بالخليط بتاعي وافردها كويس جدا. لو ما عندكيش العسل الجلوكوز حطي معلقه من العسل النحل. بصوا قوام الخليط هو ده القوام المظبوط جدا، او زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ بقى كده اوزع في الصينيه. العسل اللي احنا حطيناه ده بيفرق جدا في البسبوسه، بيخلي اللون معاكي موحد والقوام بتاعها مظبوط جدا. عندك بقى مكسرات حطي براحتك خالص، بس انا هعملها ساده عشان عندي مش بيحبوا المكسرات. او زي ما انتوا شايفين بصوا شكلها يفتح النفس من قبل ما تستوي. هدخلها بقى الفرن. هعمل بقى السيرب هنا في نفس الحله اللي عملت فيها السوائل. هنزل بكوبايه ونص من الميه عليهم كوبايه ونص من السكر، ومعلقه كبيره من العسل الجلوكوز، ونص عصره ليمونه، لمده 5 دقايق كده يغلوا. وبعد كده اطفي النار. مش هقلب خالص دلوقتي لحد ما السكر يدوب تماما، وبعد كده هقلب عشان السكر ما يسكرش منك. هنا خلاص بعد 5 دقايق ضفت ظرف من الفانيليا كده وقلبت تقليبه وهطفي النار. اهي بعد ما خرجت معايا من الفرن زي ما انتوا شايفين بجد شكلها يشهي جدا. سيرب البسبوسه بيبقى سخن والبسبوسه بتبقى سخنه، الاتنين بيبقوا سخنين عكس الحلويات التانية. بصوا عشان تتاكدي ان البسبوسه ناجحه معاكي ان هي تشرب السيرب بسهوله زي ما انتوا شايفين كده. بجد صينيه بسبوسه ما فيهاش ولا غلطه. يا ريت بقى لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسينيش في اللايك الحلو منك والاشتراك والكومنت الحلو عشان ارحب بيكي. بجد طريقه البسبوسه دي هتعتمديها على طول. هسيبها بقى تهدى كده وبعد كده اقطعها. اهي بعد ما بردت هبتدي اقطعها معاكم كده. بصوا مفرغه ودايبه جدا.
والسيرب بتاعها مظبوط جدا. وزي ما قلتلك ما تسيبوش يغلي، هو ما بيبقاش تقيل، بيبقى خفيف. اهو كده قطعتها. ابتدي بقى اقدمها معاكم كده عشان تشوفوا قطع معايا. بصوا البسبوسه متماسكه جدا. بصوا ما شاء الله، بجد ما فيهاش ولا غلطه. بجد كمان الكاميرا ظلمها. احذفي اي طريقه بسبوسه من عندك. هتجربي الوصفه دي وهتدعيلي. بصوا قطعه البسبوسه متماسكه ازاي ودايبه جدا. بصوا دايبه جدا، والسوا بتاعها مظبوط جدا، ما شغلتش الشوايه ولا اي حاجه. انتي تابعيها كده في الفرن، اول ما تحمر معاكي من فوق طلعيها. وزي ما قلت لك السيرب لو عجبتك بقى الطريقه يا ريت ما تنسيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناه. ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله في حفظ الرحمن.